يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم قصه حياه الفنانه الكبيره سهير رمزي، اللي تعرضت لمأساة واغتصاب في اول بدايه مشوارها الفني. ومش كده وبس، هي اتجوزت 10 جوازات مره واحده. تعالوا معايا نتعرف على قصه حياه الفنانه الكبيره سهير رمزي. اتولدت سهير محمد عبد السلام نوح في 3 مارس 1948 في محافظة بورسعيد، وهي ابنة الفنانة الكبيرة درية أحمد. انفصلت عن جوزها درية أحمد وهي حامل في سهير، لكنها بعد كده سافرت مصر واتجوزت من سيد زياد، وقعدت معاه فترة أكتر من 13 سنة. في الفترة دي سهير كانت فاكرة إن زيادة هو أبوها، لكن انفصلت عنه أمها ورجعت تاني لجوزها أبو بنتها. لكن رجوع درية أحمد لجوزها محمد عبد السلام ما قعدش أكتر من سنة، يعني هي ما استمتعتش بأبوها وقعدت معاه أكتر من سنة واحدة بس. وشاركت سهير رمزي أفلام من وهي صغيرة عندها 4 سنين مع شادية وكمال الشناوي، زي بشرة خير سنة 1952، وفيلم صحيفة السوابق مع صباح والبنات والصيف. لما خلصت سهير رمزي دراستها اشتغلت في عدة مجالات، منها اشتغلت مضيفة طيران وبعدها عريضة أزياء، لكنها رجعت تاني لمجال التمثيل وقدمت ميرامار. قدمت سهير رمزي كتير جدا من الأعمال الفنية الناجحة، أكتر من 100 فيلم، ومنهم فيلم البنات عايزة إيه، اللي أنا شخصيا بعشق الفيلم ده جدا مع محمود عبد العزيز، ونجحت فيه نجاح ساحق. وعملت مع محمود عبد العزيز 8 أفلام كلهم كانوا ناجحين وحلوين جدا، كان قابلز جميل جدا. وعملت فيلم المذنبون مع الفنان الكبير كمال الشناوي، لكن في مشاهد كان فيها قبولات وحاجات صعبة جدا بالنسبة لكمال الشناوي يعملها مع طفلة كان بيمثل معاها من وهي صغيرة، لكن هي قالت له، قعدت تتكلم معاه وتهديه وتقول له على فكرة انت كنت فتى احلامي. المهم عمل الموقف ده وعمل القبولات والحاجات دي كانت بصعوبة جدا. كمان مع كمال الشناوي مسلسل زينب والعرش اللي كسر الدنيا واشتهرت في الوقت ده باسم زينب. ومن اشد الافلام اللي الكل اعجب بيها جدا مع الزعيم لما عملت حتى لا يطير الدخان، كان فيلم جميل جدا. ومن أجمل الأفلام اللي عملتها كمان دموع صاحبة الجلال، فيلم عملته كسر الدنيا. ورفضت فيلم ربع العدوية اللي عملته نبيلة عبيد، لأنها خافت من بعض مشاهد ربع العدوية في بدايتها، لأنها كانت بتعيش في الحرام، وقالت إن المشاهد دي ما تتلائمش معايا أبدا. أما عن حياة الفنانة الشخصية، اتجوزت سهير رمزي أكتر من 10 مرات، وكان شرطها الأساسي في زيجاتها كلها إن تكون العصمة في إيدها. أول جوازاتها كان الفنان إبراهيم خان، لكن ما دامتش إلا سنة واحدة بس وانفصلوا. أما الجوازة التانية كانت من الأمير خالد آل سعود، وقعت في غرام وهي بتعمل مسرحية البكاشين، عرض عليها الجواز سر واستمر جوازهم 4 سنين، وبعدها انفصلت عنه. وبعدها اتجوزت من محمد الملا رجل الأعمال وانفصلت برضو عنه بعد فترة من الزمن. أما الجوازة الرابعة كانت من الموسيقار حلمي بكر، لكن ما استمرش الجواز أكتر من سنة واحدة، ده بسبب إنها قالت له إن أنا عايزة أكون ممثلة، هو كان رافض الفكرة دي تماما. الجوازة الخامسة كانت من الفنان محمود أبيل، ارتبطت بيه وحبته، لكن العلاقة برضو ما استمرتش طويل وانفصلوا بهدوء. الجوازة السادسة كانت من راجل سوري اسمه زكريا بكار، عرض عليها الجواز لكنها ما عاشتش معاه فترة طويلة. أما الجوازة السابعة فكانت من الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، اللي كان متجوز من سمية الألفي وعنده ولدين، لكنه حبها واتجوزها وقعدوا مع بعض 5 سنين، وبعدها تم الانفصال بكل هدوء. أما الجوازة الثامنة فارتبطت برجل خليجي علي منصور واتجوزت منه فترة قصيرة من الزمن. والجوازة التاسعة ارتبطت برجل الأعمال المصري سيد متولي، وبرضه ما كملتش معاه كتير واتطلقوا. أما الجوازة العاشرة والأخيرة فهي من الخبير السياحي علاء الشربيني، اللي وقع الزواج بينهم وكانت قصة حب ما بينهم، واستمر الجواز 12 سنة، وكانت أكتر زيجاتها نجاحا. لكن برضه بعد كده انفصلوا، لكن بعدها هي ما اتجوزتش بعده أبدا. حصلت إشاعات
على سهير رمزي وعمر الشريف وقالوا ان هم بيحبوا بعض، لكن عمر الشريف طلع وقال انا عمري ما حبيت غير فاتن حمام، وهي كمان قالت هو مجرد صاحب وصديق ليا وبس. اما عن قصة تعرضها للاغتصاب من راجل كان عارض عليها الزواج لكنها رفضت، وبعت لها 2 كسروا عليها ازاز العربية، لكن الحمد لله انها قدرت تهرب منهم، وبعد كده اتهمته وجابته قدام المحاكمة وقانون، وكانت ضجة جامدة، اتعمل لها فضيحة كبيرة جدا لانها كان فعلا متعرضة للاغتصاب من الراجل ده. في الفترة الأخيرة اتهموها بالشذوذ الجنسي بسبب صورة وهي بتقبل صابرين من فمها زي ما انتم شايفين، لكن طلعت وقالت يا جماعة احنا كنا في مكان عام وبنتصور عادي، واحنا وبنتصور الصورة جت بالغلط واحنا بنبوس بعض كده، انا جيت ابوسها فكانت الصورة كده بالغلط. اما عن الضجة الاعلامية اللي حصلت بعد ظهور الفنانة الكبيرة سهير رمزي بدون حجاب مع الحاجة شهيرة وظهرت بالشعر الاشقر، هي دي عملت ضجة كبيرة جدا بالنسبة لها، انها اول مرة كانت تظهر بدون حجاب. لسه الفنانة متمتعة بصحتها ويا رب يديها طولة العمر. من فضلكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة. ويا ترى ايه اكتر فيلم حبتوه للفنانة الكبيرة سهير رمزي؟